عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. إذا نحن اليوم هنا بقرار من المجلس الوطني لتنظيم اعتصام للمسؤولين والمسؤولات النقابيين ديال الجامعة الوطنية للتعليم أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الاحتجاج على أولا التغييب ديال الشغيلة التعليمية من الاطلاع على اولا المخرجات والمستجدات والمجريات ديال هذه الجلسات اللي كانت ديال الوزاره مع النقابات، لان هذا شان عام وشان يهم الشغيله التعليميه لا على مستوى النظام الاساسي ولا على مستوى الملفات العالقه. فالحدود النهضه يعني مرت يعني شهور وما زالت يعني المخرجات مبهمه وغائبه، وهناك يعني تضارب في التصريحات في التفسيرات الى غير ذلك. وهذا كيأكد بان الوزاره ما عندهاش اراده ديال التفاعل الجدي مع المطلب ديال النظام الاساسي ومع المطلب ديال الفئات اللي عمر لسنوات واللي ما فيهش وضوح. كذلك جينا باش نحتجوا على المساله ديال الاقصاء ديال الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي من حقها في التوصل بالدعوه للحضور لجلسات الحوار كباقي النقابات. فنحن لم نتوصل لا في الجلسه ديال 24 مارس ولا في الجلسه ديال 25 افريل ولا في الجلسات اللي كانت في الاسبوع اللي داز ديال ماي. وبالتالي يعني كنعتبروا هذا السلوك اللا ديمقراطي الذي مارسته وزاره التربيه الوطنيه تجاه الجامعة الوطنية يدخل في إطار المسلسل ديال التضييق على الجامعة على خلفية الموقف ديالها من الاتفاق ديال 14 يناير 2023. وهذا يعني يشكل يعني تعارض كبير مع ما تدعيه وزارة التربية الوطنية والحكومة والدولة من احترام يعني الحريات النقابية واحترام التمثيلية المهنية التي يعني أشرفت عليها وزارة التربية الوطنية وأعطت يعني التمثيليه للجامعه الوطنيه للتعليم يعني كنقابه من النقابات الاكثر تمثيليه اللي صوتت عليها الالاف والعشرات الالاف ديال النساء التعليم، ورتبتها في المرتبه الرابعه رغم يعني التقطيع الانتخابي الذي كان مخدوما ضد الجامعه الوطنيه للتعليم والفئات التي يعني تنتمي او تتعاطف مع الجامعه الوطنيه للتعليم. اذا نحن هنا لنؤكد على الرفض ديالنا لهذه المنهجيه المعتمده من طرف وزير التربيه الوطنيه في اداره اولا الحوار القطاعي، في الاقصاء ديال الجامعه الوطنيه للتعليم، في الغياب ديال المعطيات والمعلومات واضفاء الطابع ديال السريه على كل المجريات ديال الحوار القطاعي، مما يخلف يعني القلق لدى نساء ورجال التعليم ويزكي يعني يزكي الرأي السائد داخل القطاع على أن المخرجات هي مخرجات تراجعية، وعلى أن الإرادة ديال الوزارة يعني إرادة سلبية في التعاطي مع القطاع ومع المشاكل ديالو ومع المطالب ديال النساء ورجال التعليم، رغم الادعاءات ديالها المتكرره على انها يعني عازمه على حل المشاكل في اطار يعني هذا الحوار القطاعي، وتعتبره يعني استثنائيا وانه متميزا مقارنه مع الحكومات السابقه. فنحن نعتبر بان الحكومه الحاليه هي امتداد للحكومات السابقه، ولان تدبيرها للقطاع ديال التربيه الوطنيه لا على مستوى يعني التدبير ديال القطاع في الجانب ديال الحوار القطاعي والمشاكل ديالو، او في الجانب ديال ما يسمى بالاصلاح او ما يسمى بخريطه الطريق اللي لا تختلف يعني لا على مستوى يعني الفلسفه ديالها والمضامين ديالها على المخططات السابقه ولا على مستوى الفلسفه ديال التنزيل ديالها. وبالتالي التداعيات ديالها ستكون تداعيات سلبيه ولن تحقق يعني ما يتم التطبيل له والتزمير له من طرف الوزاره والامتدادات ديالها في مجموعه من المؤسسات والمصالح الخارجيه ديالها. اذا مره اخرى كنأكدوا على ان الجامعه حاضره اليوم في الاعتصام ديالها بالمسؤولين والمسؤولات، وانها تستمر في المعركه ديال النضال من اجل يعني اولا احترام التمثيليه ديال الجامعه واحترام حقها في الحضور واحترامها تمثيل نساء ورجال التعليم والترافع على المشاكل ديالهم داخل هذه الجلسات من موقعها كنقابه مستقله في قرارها عن الدوله وعن الحكومه وعن الوزاره وعن الاحزاب وعلى كل الجهات
قرارها وقرار أجهزتها، وكذلك أنها يعني عازمة على خوض معارك أخرى يعني في المستقبل، يعني حتى يعني فرض يعني حقها وإرجاع الأمور إلى نصيبها في هذا المجال، وكذلك الاستمرار في دعم يعني الاحتجاجات ديال النساء ورجال التعليم بكل فئاتهم من أجل فرض يعني حوار قطاعي مسؤول، يعني قادر على يعني وضع حد لهذا الاحتقان، وقادر على كذلك يعني يعطي مخرجات في مستوى التطلعات ديال النساء ورجال التعليم.